هدى والطفل عدنان للشاعر الكبير والقدير أستاذ أحمد مرسي. كان يا مكان كنا وكان كلمة حب في كل زمان بتغير أحلام الدنيا وتجمعنا في كل مكان. مس هدى هي القلب الطيب عمري ما قالت شيء يتعب، بتحب تلاغي الأطفال، شاف الطفل بعيد وقريب قاعد وحده في آخر الصف زي البدر تمام في سماه، همس دموع تسبيح وصلاة سارح في ملكوت الله. مس هدى قالت يا عدنان جواك راح أجمل إنسان، يلا احكيلي ليه زعلان قاعد ليه دايما سرحان. قال لها ماما الغالية عليا أغلى كمان من ضي عينيا، دايما تعبانة ومتضايقة نفسي أساعدها ومش بإيديا. مس هدى قالت يا عدنان أمك شالت دايما همك، جبر الخاطر حسن أمان، لازم تجبر خاطر أمك. عدنان قال أنا أمي خلاص قبلت رب الكون وسابت، ولا حنية ولا إخلاص حتى الدنيا كمان، حتى الدنيا كمان نسيت. مس هدى أخدت إيد عدنان وفي كل محبة وحنان قال لها ينفع أقولك ماما؟ مس هدى قالت ده بيسعدني، حبك له في القلب علامة، انت بقيت من اللحظة دي ابني، يلا تعالى شوف موهبتك، جواك عالم أو فنان، أجمل حاجة في يوم ما عرفتك، أجمل حاجة في يوم ما عرفتك قلبك مليان طيبة كمان. قال لها ماما ده كله وناية، هكبر وانتي تملي معايا وابقى كمان دكتور مشهور وانتي الأصل في كل بداية. عدنان بقى دكتور معروف صامل العشرة والمعروف. مس هدى فضلت جوه عليه ويبوس ايديها ومش مكسوف. مس هدى كانت أمه أخطر ورد وفل على الأغصان. كان يا مكان كنا وكان والمعروف علم عدنان اللي بيزرع خير